بسنة 1917 باحتلال الإنجليز للعراق، ضابط إنجليزي واجه وقابل أحد مزارعينا العراقيين. هذا الضابط اقترح على المزارع العراقي اقتراح، وكلنا نعرف المزارع دائما يكون عنده كلب جلكم الله يحرس الأغنام مالته. وهذا الضابط الإنجليزي قال للمزارع العراقي، قال له أنطيك جنيه بعملتهم تذبح لي الكلب. فوافق المزارع العراقي واخذ الجنيه وذبح الكلب. اقترح عليه جنيه اخر الضابط وقال له تقطع لي اياه، فاخذ الجنيه المزارع وقطعه. فاثناء هذا الحدث الضابط الانجليزي عاف المزارع وراح. اكو مثل يقول صاحبنا البي ما يخليه، المزارع خله ولحق الضابط. فلما وصل للضابط المزارع العراقي قال له تعطيني جنيه اخر واكله يريد ياكله. فقال له الضابط الانجليزي ما يحتاج، انا اخذت الدرس. الضابط الانجليزي اشر للجنود مالته وقال لهم شوفوا ترى الجماعه المحتلين هذا مستواهم، يركضون ورا الدرهم والدولار.